هكمل بس بعد اذن حضرتك. اتفضل. عشان بس انا هقول لحضرتك الحاجه، والله انا هقول لك فكره الاعلان. يعني في ناس ممكن يقول لك ايه، يقول لك ليه ده الكلب مش مستحب، ده مش يعني هتقول لي الناس دي، بس انت المفروض ترضي كل الاطراف. ما هو لو كان الهديه حاجه تانية كنا خرجنا خالص من المأزق ده. عندك حق بس هو انت ممكن يكون عندك حق في الكلام اللي انت بتقوله حضرتك يا سلمان، بس انا عايز اقول لك على حاجه. هي فكره الاعلان كلها مش الكلب. انا عايز اقول لك على فكره الاعلان، على فكره فيها ابعاد كبيره قوي. لو انت بصيت للكلام اللي انا بقوله، انا واحد من الناس كل يوم عندي هدف، وبعد كده مهما تعطلت انا بكمل. يعني انا بحكي حكايه فيها هدف وفيها في سيناريو في الاعلان. نعم، في سيناريو في الاعلان يعني بالظبط كده. زائد ان النهارده انا بعلن عن التكنولوجيا دي اللي هي بتعني اليو اس بي اللي انت بتستخدمه في اي مكان، بتعني عن الجي بي اس اللي انت لو عايز تروح اي مكان بتستخدمه، بتعني انك انت في النهايه انك انت بتتكلم من جوه الاسانسير بالتليفون ودي يعني بيعني ان الشبكه شبكه قويه. ففي هدف للاعلان، في هدف، بس هو يعني الشركه اللي بتنتج الاعلان حاطه هدف للاعلان، وحاطه هدف كمان حتى في الكلام اللي انا بقوله. انما ما تسيبش كل ده وفي الاخر على حاجه كده. يعني هي في النهايه اي اب في الدنيا بيجيب هديه كلب الابن. اي اب في الدنيا بيجيب كلب الابن. كل الناس عندها كلاب في بيتها. ايه اللي فيها؟ انا ما عملتش حاجه على فكره شاذه ولا عملت حاجه يعني الناس كلها تبقى بتستأمنها. بالعكس، كل الناس في بيتها فيها كلاب. ايه اللي فيها؟ كل الناس. طيب كل ابن انت ابنك ما طلبش منك كلب مثلا، قال لك انا عايز كلب؟ عنده فعلا. بس عارف ممكن يجي ياكل الكلب اللي عندك ده اساسا ويعني يسلي نفسه بيه، لان انا عندي سان برنار وبوكسر. قول لي، عايز نرجع تاني للملعب، وسيبك بقى من موضوع خلاص الكلاب والحاجات دي موضوعات ما توقفش قدامها. وانا ما اعرفش يعني لو ليا ان انا اقترح عليك، حتى الموضوع ده مش جدير بانه حتى تترفع له قضيه. انت متخيل تلاقي نفسك داخل، احمد حسن داخل عشان، او المحامي بتاعه في المحكمه عشان يناقش قضيه الكلب الابيض والكلب الاصفر؟ انا رايي ولا انت ولا الشركه ولا حتى مجرد الرد. هو القضيه مش قضيه ان احنا داخلين نناقش كلب ومش كلب، لا. القضيه ان في غلط وانا بقف قدام الغلط. وعلى فكره القضيه مش قضيه سب وقذف برضه، عشان تبقى حضرتك عارف. القضيه قضيه سب وقذف وقضيه فتنه. يعني هو النهارده بيعمل، يعني النهارده في فتنه. انت النهارده بتثير الجماهير بينها وبين بعضيها. تفتكر جماهير الزمالك ممكن تيجي على حاجه من النوع ده؟ تعصب. انا بس عشان برضه انا في محامي هو اللي قايم بالموضوع، مش عايز اتكلم في اكتر من كده. بس انا زي ما بقول لك، هي القضيه قضيه فتنه، مش قضيه كمان سب وقذف. لا، الموضوع مش موضوع كلب ومش كلب والكلام ده وكذا. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير، لان هو سب وقذف علني زائد فتنه كمان. هو يمكن كم الجري اللي انت جريته في الاعلان ده مأثر على مستواك يا احمد لغايه دلوقتي؟ ده برضه كلام بيتقال. هو الجري ده كان ليه تأثير؟ الجري ده كان ليه تأثير. والله عايز اقول لك على حاجه، هو من ضمن الحاجات برضه، من ضمن الحاجات اللي للاسف برضه ان الناس بتتكلم اي كلام وخلاص. وعلى فكره في حاجات الجاي اللي هو بين التاكسيات والكلام ده وكده، على فكره ده دوبليه مش انا، بس عشان برضه الناس تبقى فاهمه. في الحاجات اغلبيتها. وانت ازاي تسمح بكده يا احمد؟ انت مش اقل من احمد السقا بيعمل الحاجات دي بنفسه. والله يعني بس انا بوضح حاجه يعني. بس انا بوضح حاجه بس يا سام. والله هو الموضوع كله، لان برضه زي ما انت فاهم المساله مش مساله جاي وخلاص. انت عارف ان هي شطات بتتاخد، وانت قبل كده كان في اعلانات معانا وكده في ايديك، كلها حاجات نبيله بتبقى شطات بتتاخد، والموضوع كله مش زي ما الناس فاهمه كده يعني. انما ما بيتاخدش وان شوت يعني. نتكلم في ايه وسايبين حاجات مهمه. انا شايف ان عندنا مشاكل كتير اظن الناس ممكن تتكلم فيها بدل الحاجات الهايفه اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي. بعدين بقى في مجلس الشعب بقى الحاجات دي تبقى تطرح براحتها. والله عندنا مشاكل كتير الناس تقدر تتكلم فيها. صعيد لا دي عايزه نائب يجي مجلس الشعب يناقش الحاجات دي. عايزه نائب قوي. ان شاء الله. ايه اخبار شارع احمد حسن في المنيا؟ مش بقى في خلاص شارع، انه شارع اللي اتسمى باسم احمد حسن في المنيا؟ والله هو في طبعا يعني، هو اتعمل، بس ما انت مش من المنيا، مش من المنيا عشان اقول لك الشارع فين هتعرفه. لا، ما عشان نروح نسال شارع احمد حسن فين في المنيا. هل هو كبير ومستفلت حلو كده يعني ولا ايه؟ والله الحمد لله ما في الاول وفي الاخر والله ما هي مساله شكليات بس. انما هو الواحد يعني السعاده بتاعته ان هو يسعد اهل بلده، بغض النظر عن يسمى شارع باسمي ما يتسماش شارع باسمي. الهدف بالنسبه لي هو ان انا قدرت اسعد الناس فعلا. الناس الطيبين دول، الناس اللي هم انا بقول عليهم فعلا يعني ناس طيبين بالفطره، فده الاهم بالنسبه لي. اذا كنت انت من المنيا انا من نجا حمادي يعني، واحنا صعايده برضو زي بعض. اخيرا لازم اسالك عن شويه الخبطه الايس تانك دي اللي عملت برضو وانت خارج، وبعدين قلت عشان زعلان من مستوايا، لكن
برضو تعليقك عليها، في حاجات بتتعمل بشكل مثلا لا ارادي، يعني انت ممكن تاخد بالك انك انت حركه زي دي تقول لا لو شفتها في الاعاده ما كررهاش تاني. انت قلت لي حاجه حضرتك الاثنين ببعضهم، قلت لي انت بعد اوقات بترد بعنف والكلام ده وكده. في النهايه احنا بشر، فاهمني؟ يعني في النهايه انت النهارده ممكن وانت ماشي في الشارع فحد يضايقك فبتتعصب غصب عنك. انا مش هقدر مثلا عشان انا في مكانه ومش عارف وكده مش هقدر اسيطر على نفسي طول الوقت، غصب عنك انت بتتعرض لمواقف وطول الوقت بتتعرض لحاجات صعبه ومحطوط تحت مسؤوليه طول الوقت. فحته ان انت تتعصب دي، وانا في النهايه مش ملاك، انا في النهايه زي اي بني ادم بيتعصب، وزي اي بني ادم بيبقى فيه ضغوط عليه طول الوقت. وعندي مودي الخاص، يعني مودي هتعصب، مودي هادي. فالواحد بيقدر يسيطر على نفسه على قد ما يقدر، انما في النهايه انت بشر من معارض ان انت تتعصب. ويوم ما انا اتعصبت على فكره ايه المشكله؟ بس المهم العصبيه دي، هل انت يعني في العصبيه دي انت بتضر حد ولا بتضر نفسك؟ انا شايف ان عصبيتي دي كانت يعني حاجه ليا انا، يعني انا مش راضي، انا متضايق، انا زعلان، انا كنت نفسي اوصل بشكل افضل من كده. انما لا عصبيتي كانت مثلا ضد مدير فني، ولا شوحت لحد، ولا مثلا عملت حركه غير لائقه، ولا انت فاهمني؟ ده انت عصبيتك ايه؟ ما انت ممكن عصبيتك النهارده تمسك مثلا زي ما اي حد ممكن يعمل تيشيرت ويحميه في الارض، فاهمني؟ انت بتسيء لكل جماهير ناديك وبتسيء لاداره ناديك. انما لا بالعكس، انا عملت ايه؟ انا خرجت ورحت وبعد كده شايط الثلاجه، وممكن كان يبقى قدامي اي حاجه في الثلاجه، يعني ممكن كانت مثلا تبقى ازاز ميه، ممكن تبقى اي حاجه، ممكن اخبط الارض، انت فاهمني؟ فهو العصبيه انا ما اذيتش فيها حد، انت فاهمني؟ بس ده المهم. كابتن احمد، اولا خليني اقول لك كل سنه وانت طيب، عيد ميلادك كمان يومين، يوم 2 مايو، وكان ده مع عيد العمال يعني. لا 1 مايو، وكانوا عاملين لك كافته النهارده بيقول لك كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك يا استاذ عثمان، ربنا يخليك وحضرتك طيب. ده عيد الميلاد الكام؟ ده عيد الميلاد 35. ما هو سامع عيب، ما هو سامع 35. وسامع هو نفس الدفعه، عيد ميلاد 28. لا بس يا احمد، بس 35 بس قاعد جنبنا هنا. عيد ميلاد 28. كابتن احمد، قبل ما نسيبك طبعا، يعني الناس كلها دلوقتي اطمنت على الدوري، بس الناس باصه لماتش الاتحاد الليبي. اكيد طبعا. فكلهم مستنيين هنعوض مش هنعوض، ده هيحصل، هنجيب 3 اجوال ازاي، واحنا الفرقه ساعات بتبقى الدنيا واقفه معاها. والله ان شاء الله باذن الله طبعا، يعني اعتقد اني خلاص احنا حسمنا الدوري، واعتقد اني دي هتدينا دفعه باذن الله، واحنا دايين ان احنا نعوض ان شاء الله. انا شايف ان اول حاجه طبعا نفكر فيها هو تعويض فرق الهدفين، بعد كده نبدا ان شاء الله نفكر بعد كده في الفوز ان شاء الله، ولكن الاول هو فرق الهدفين، ده المهم بالنسبه لنا. ودايين ان شاء الله بمسانده الجماهير لينا، بحماس وروح لعيبه النادي الاهلي المعروف عنها. اعتقد ان احنا دايين ان احنا ان شاء الله باذن الله ان احنا نتخطى العقبه دي ونوصل ان شاء الله باذن الله للادوار اللي بعد كده. طب سؤال اخير لحضرتك قبل ما نسيبك يا كابتن احمد. كابتن حسام البدري زي ما قدام الكاميرات كده برضو اثناء التدريب او مع يعني برضو الابتسامه قليله شويه، هو بطبعه كده الابتسامه قليله شويه، ولا بيبقى يعني بعيدا عن الكاميرات وعن المباريات الرسميه بيبقى مع اللاعبين شويه في تفاعل اكتر، فاكك اكتر في لا طبعا هو كابتن حسام على فكره راجل ما فيش اي مشكله خالص، بس هو دي طبيعته، هو راجل يعني هو راجل تحس كده ان هو بيبقى مثلا طول الماتش مشدود، طول الماتش تركيز شديد، تركيز زايد، فبتحس ان هو مثلا ان هو عصبي، بتحس ان هو مثلا متضايق طول الوقت، انما هو مش كده خالص. اقول لك على حاجه على فكره، من ضمن احمد عيد عبد الملك مثلا، ناس كتير مثلا ما بتتقبلوش جوه الملعب، ولكن من اخف دم شخصيات في الدنيا تقابلها احمد عيد عبد الملك. ممكن جوه الملعب مثلا ناس كتير تقول لك ده كشقي، ده مش عارف ايه، ده طبعه مش عارف ايه، انما خفه دم يعني فعلا انا ما قابلتش زيها. فدي طباع، يعني دي طباع ناس ممكن لا بالعكس، راجل ما فيش كده خالص، وراجل هو شايف ان ده تركيزه طول الوقت وشغله طول الوقت، فعشان كده بيبان بالشكل ده. كابتن احمد حسن، مبروك مره تانية وبالتوفيق، ونشكرك شكرا جزيلا، كنت منورنا على جولة في امراديو.com.